السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. شلونكم شبابنا؟ ان شاء الله بخير. اعذرونا شباب عن الانقطاع، الله شاهد. يعني بالشغل وما ملحقين والله العظيم، ما نلحق نجي نصور. يعني احنا ما دا ننزل فيديوهات، بس دا نصيد. اخوي هنا يبقى يصيد بس ما دا يصور يعني الصيد مالته. فالمهم ان شاء الله اليوم نشوف لكم اياهم كليتهم. باكر جمعة والصلاة على محمد، باكر نصور لكم فيديو بالنهار ان شاء الله. لاني هنا الحمر عندنا، هذا الفرخ نزل جديد، هذا الأدلع. عندنا باش، عندنا بيض، عندنا أفراخ، عندنا طيور زوجات. هذا بشركم قام يطير، كان متلك، كان مشمر العواشر. صار له شهرين ما طاير هذا مكعكب. شباب هاي الطيرة كانت مشكولة إذا تتذكروها، طفرت بشكالها وراحت اختفت. ورا يومين جتي بدون ما مشكولة، جتي وخبطت ويا الحرب مالتي وبالحطة طلعت، وجتي دقت وجتي حطت فوق هاي وراحت بشكالها هي. فيعني صار هاي حكي قبل يومين، البارحة مو يومين، البارحة. قمشنا زاجل هذا اليوم قمشنا زاجل أحمر، شوي بيدوسة خطية. هاي الشعلة زوجة هاي الكمردية بصفة، هاي المخلفة زافت زوجة هذا. بعد بين الزواج عندن جوهم فرخ خضراوي، ما دا يبين بالتصوير. ما دا يبين بالتصوير. لين جواهم بيض. هذا فحلها، ابشركم هاي المكعكة رجعت بياضة النوب. هاي رجعت بياضة النوب، هذا فحلها. لأن فرخات كوامر عندنا طلعان، صلوات على محمد وآل محمد. كمرليات ذني، بس اثنين طلعان صلم، وهن أبوهن هذا مكعكل وأمهن طيرة صالمة. على العموم شجي من الله نعم الله. هاي اللي زوجناها العلاج، لازم محله ولا معش، إن شاء الله تبيض. ما عاد عندنا. هاي قلت خلنا اصور لكم فيديو بالليل، حتى لو اهم شي ما نقطع عنكم قطعة يعني طويلة. هذني زوجات مسويات عش هنا ورا الخانات، مسويات عش. هذني رجعن بيضن من جديد، اذا تشوفوهن زين. رجعن بيضن امهات الفرخات الاثنين اللي عندنا الكبار، هذني بيضات. هذا الاشعل وهاي الطير تذبت الكمرلية، هذني همين بيضات نايمات على بيض. هذني همين بيض، هم عندهن بيض. احنا ان شاء الله بس هاي الوجبة مال البيض تطلع عنا، وراها بعد ما اخلي بيض. يعني شوية ردكتلهن، يعني ثقلن حيل، الطيور ثقلن، قامت ما تطير نهائيا. ثقلن لين جوهن افراخ وبيض ومطاردات، قام ما يطيرن. فاريد اخففهن واقتلهن. هاي الشتوية كلهن هن ما طارن عدل يعني، ولا صار بيهن فصل، ولا استمتعنا بيهن. من ورا جوهن افراخ ومطاردات وناصبين حلال لانه غربة. ان شاء الله على هاي الشتوية الجاية، على الموسم الجاي نفردهن ونونسكم عليهن ان شاء الله. انا بداية كان عندي 15 16 يطيرن بدايتهن، يعني كان عندي صارهن شهرين هيجي عندي. كان ما زاوجات، اكو هن الطيرة وفحل بس ما زاوجات، حاطة حلال بس ما لازمات حلال. كنت من طيرهن يروحن عالجنحين
ويطلعن قبل ويختفن ساعة هيك، يلا يجين فد مرة طلعن من مسافة بعيدة نقصت منهن اثنين، مكان بعيد يعني، وخابرونا عليهن ورحت جبتهن وجيت. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذني فرخاتنا شباب، هذا طلع بدرنق وهذا اخوه، هذا بنات ذني بالخانة المكحكلات، وهذا نزلت فيديو عليه همينه قلت هذا طوباني لو لا. هذا امهاته ذني قلت لكم هاي المكعكلات البيضة هسه اللي حلتهن فوق، لان الشوامة صعدتهن فوق، رجع صعدتهن شباب. احنا جبنا طيور، جبنا زواج الحمر، جبنا 20 واحد، واحنا عندنا من هنا يعني ما نزلت عليهم فيديو خاص، والله ما عندي مجال شباب. على كل حال هذني زوج من عندهم، طابقنا انا بخانة، هذني زوج من عندهم، جبناها نريد اطلع منهم فرخة يعني اسوي اذبهن ويا الحمر. انه صار تقريبا 3 ايام 4 ايام، لا والله اكثر يعني اسبوع، يعني هامليهن يعني، حتى باع دنيا ليل وعايفن فلت اخوي عايفن فلت، بس يطيرهن الصبح هذا ويعوفهن، باع يعني طشرات، ناس هنا نايمة ناس هناك نايمة. طبعا هذا الشيء اكبر غلط، اكبر غلط شباب تعوفون على الفلت. الطير على الفلت يفسد، يقوم يحط على الجيران، وخاصة اذا جاع يحط يم الحرب يكون شيء، يحط وين ما كان. هسه انا دشل عن قلب التور، قمنا من نطيرها تجي نصها تحط هنا يم الحمر، لان من نعوفها على الفلت ونروح للشغل تجي هي وحدة تدور اكل، تجي بهذا السطح فتعلمت. شباب خل نروح يم التور، نقطع ونرجع لكم نصور لكم يم التور ان شاء الله. رجعنا وياكم شباب يم التور. ما اقولكم شباب قبل اسبوع، مو باكر جمعة اليوم خميس، الجمعة راحت اللي يعني من بغداد يعرف، طبعا هي صارت يعني باغلب المحافظات المطرة والهوية القوية العواصف، فعلى اثرها يعني شكلكم يمكن نص الفرخات عدل راحت، يعني ماتت. بقى عندنا من يعني القديمات 12 ملاتنا، وذن الجدد 20 24 واحد تقريبا نصهن ماتن. يعني هسه اذا تلاحظون ذن اثنين بعد، ذن اثنين، هذني ذني اثنين ثلاثة، هذا ذني 5، هذا واحد، يعني هواي فرخات ماتت، هواي كلش هواي. هذني من عندهن عدا اعالجهن، ذبيتلهن علاج وهاي وما صار لان ما لحقت عليهن. بس هي يعني مطرة قوية كلش قوية كانت، حتى ذن الكبار هم الهسه متمرضات وما يطيرن، الهسه ما يطيرن بعدهن يعني متأثرات بالمطرة. وما قلتلكم كانن طائرات بالمطرة يعني وعابرات مسافة، وهي هاوية وهي مطر قوية، والطيور نصها طشرت وقعت على البيوت ونصها جتي، وعاد من وقف المطر يعني ورا ما اعرف كم ساعة، وقف المطر يلا قاموا يجن واحد واحد، وضيعنا منهن واحد، ضيعنا من عندهن واحد. يعني مطرة كلش قوية وهوا قوي، تعرفون التار يعني بالهوا ما يبعد، يعني يعني ما يقاوم بالهوا، يظل واقف فوق هيك فراشة، شلون فراشة، زين هن كانن باعدات، ومو بس باعدات وخالطات همين. على كل حال الحمد لله والشكر. خلنا نشوفكم ايش عندنا بالخانات. لان الزواج مالتنا تعرفوهن جواهن فرخ، جواهن زاجل مالتهن، بس ما ادري ايش راح يطلع والله، اسود رصاصي، شو تتوقعون ايش راح يطلع؟ هو كأنه اسود والله.
كأنه اسود. المهم لان الزواج الاصفر رجعا بيضا، انا ذاب جواهن شاملي، فرخ مع الشاملي. وبعد جواهن فرخ زاج الاصفر، بس مو ابنهن، ابن من؟ ابن ذنيك الزواج الاحمر اللي طيرن جلدات ملاتنا، طلع عليه زاج باصفر. سبحان الله. عندنا هذني، هاي كمرلية طيرة هم صدناها ولقيناها ويا التور، دبينا لها، هذا هسه بيضة. عندنا هاي التار الباكستانية ذكرتكم بيها، وهذا الفحل اجاني هدية، هذا الفحل الحبري، شوفوا الجمال، اجاني هدية هو بعد اخوه وياه هم فحل. هسه اشوف لكم اياه. بعد ايش عندنا هنا؟ خلنا نشوفكم هسه الزواجل، لاني زواجل احس بذني زوج، هناك زوج، ذني زوج، ذني شوها منهم بيضا، ذني زوج، ذني زوج، هنا زوج. المهم شباب وزعتها على الخانات، اني انت طلع من عندي وجبه. ذني زوج، ذني هذا تكفحل، وهاي الطيرة ذبيت الحمرة لان ما عندي نقص الطواير زواجل، طلع نفحل اكثر من الطواير. هذني زوج، هم زواجل. شباب هذا صدناه، صايدة اخوي لقيته، هذا رخيت مطيار خير من الله. يمكن راح اعوفه لان ما عندي نيشان بالطيور بالتور، راح اعوفه، صار ما صار الله وياه. هذني سلافر، هن شريناهن ويا الزواجل، طيرة وفحل. هاي الطيرة كانت زوجة زاجل، فعزلتها اني خليتها ويا فحلها سلفر. هذن ان شاء الله حيطلع لي فرخات، يعني حطلع منهن وجبتين، وبعدين اعطيهن جنح، واللي يبقى واللي ما يبقى الله وياه. نشوفكم اخوه وين، هذا اخوه الحبر الثاني، هذا اخوه هم جاني هدية، هن اعطاني ولد قرايبي، اعطانيان هدية، جزاه الله الف خير. عندي بس هذا نيشان بالطيور مالتي، اشعل بلاج، بس يعني مو ذاك، يعني مو ما مبين كلش. هاي العصفورة مال البرج مالتي، هاي تدرون كم مرة بعتها ورجعت لي. يلا شباب نلتقيكم باكر جمعة ان شاء الله. شباب لا تنسونا باللايك والاشتراك وفعل الجرس فضلا وليس امرا. اذا عجبتكم منشوراتي ان شاء الله تتونسون، واذا ما عجبتكم انصحوني، هم اخذ بنصيحتكم ان شاء الله. يلا في امان الله شباب، اتمنى لكم مشاهدة ممتعة.